شايفين الجمال اللي قصادكم ده؟ معمول ببيضتين بس، صاج يعمل لِك أكتر من 12 قطعة جاتوه حجم كبير، أو لو هتقطّعيها زي ما أنا عملتها اللي هي قطعة القشطوطة الكبيرة، هتعمل لِك 6 قطع كبيرة وقطعتين كمان جاتوه، هنعملها ببيضتين بس، بالسكر العادي بتاعنا، بزيت التموين العادي جدًا، وهنعملها عشان ما يبقاش في خناقة في البيت بين الفانيليا وبين الشوكولاتة. أول حاجة هتحطّي كوباية سكر عليهم بيضتين عاديين جدًا، بس حطّيهم في كوباية الأول عشان ما يقعش فيهم حاجة، ورشة فانيليا سايلة، اضربيهم ضربًا مبرحًا، نزّلي عليهم كوباية إلا ربع من الزيت، كوباية إلا ربع من اللبن، واضربيهم ضربًا مبرحًا تاني في الخلاط. بعد كده هتحطي بنفس الكوباية كوبايتين ونُص من الدقيق، عليهم كيس فانيليا، عليهم رشة ملح، قلّبيهم تقليبة كده كلّهم على بعض زي ما بنقول المواد الجافة كلّها على بعضها. بعد كده هننزّل الخليط نقلّبه كويس جدًا في اتجاه واحد. أنا مسرّعة اسمه إيه ده، الفيديو كتير أوي. في ناس بعد ما بتقلّب تقول لك كده خلاص قلبنا، لأ هاتي أي spatula عندِك عشان خاطر تقدري تجيبي من اللي تحت، الدقيق بيبقى لازق تحت أهو زي ما أنتم شايفين، لازم نقلّبها كويس جدًا. كده خلّصنا؟ لأ، لسه ما خلّصناش، بس شُفتوا مكوناتها قليلة، عشان كده باسميها القطقوطة، مكوناتها أقل من القشطوطة بكتير وفي نفس الطعم والجمال. خلّصنا كده؟ لأ، هاقول لِك بقى المكون الزيادة، ضِفت لها نقطة من روح البندق عشان يبقى فيها طعم البندق بدون مكسرات. هاخد نُص الكمية، أحط عليها معلقة من اللبن، معلقة من الكاكاو. بنتي جنبي عمّالة تزن ورايا، ماما ورّيني، 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 خلّتني وقّعت كيس يعني ربع كيس الكاكاو. ما تعملوش كده، بس عايزة أقول لكم فعلًا زنّها جيب فايدة، طعم الشوكولاتة فيها كان حلو جدًا، جدًا، بس ده خلّتني أقلّب كتير أوي، 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 وضِفت لبن عشان خاطر تبقى نفس سُمك العجينة التانية أو الكيك التاني الفانيليا. خلّصنا كده الاتنين، هاتي صاج بقى حطّي ورق زبدة فيه ونزّلي النُصّين في نفس الوقت، هتلاقي الليونة بتاعة الكيكة تقيلة مش خفيفة، عشان كده هي دي اللي أنا عايزاها عشان خاطر تعمل لِك كيك صاج كبير كده نُصّه فانيليا ونُصّه شوكولاتة، هتلاقيهم حتى ما دخلوش على بعض، مش محتاجة إن أنتِ تحطّي فاصل ما بينهم ولا أي حاجة. افرديهم كده فردة بالراحة، ما تقلقيش، هو السُمك بتاعها دلوقتي أنتِ شايفاه إن هو رقيق، بمجرد ما هتخش الفرن اللي هتكوني مسخناه قبلها على درجة حرارة 180، وهتتحط في الرف اللي في النُص لمدة قد إيه، 14 دقيقة، 15 دقيقة بالكتير أوي. تعالوا باقول لِك بقى سر الكريم شانتيه بتاع المحلات. هتحطّي تُمن كريم شانتيه، هتحطّي عليهم نُص كوباية مَيّة، هتحطّي عليهم نُص كوباية من السكر المجروش، قلّبيهم، هتلاقيه تقيل أوي، أوي، أوي في الكبة، مش محتاجة بقى، ونفس على فكرة دي طريقة الخلاط، مش محتاجة مضرب كهربائي. حطّي عليهم تاني ربع كوباية مَيّة، ما بننزّلش السوايل مرّة واحدة، تدريجيًا. عايزاه بقى كده يبقى دسم وخطير وجميل، نزّلي بقى عليه كمان ربع كوباية من اللبن، عليها معلقة من القشطة، وافضلي اضربي كده ونزّلي السوايل حتّة، حتّة. شايفين بقى تُمن الكريم شانتيه نازل تقيل إزاي؟ شايفين أساسًا في الكَبّة وصل لفين؟ وصل ل1500. طبعًا هو بعد ما ينزل مش هيوصل ل1500 برضه، بس أنتم متخيّلين الضرب قد إيه؟ بتفضلي تضربي كتير جدًا وما بننزّلش سوايل مرّة واحدة. هاعمل إيه؟ حطّيه بقى في التلاجة يركن كده على جنب شوية، وتعالي بقى نشوف الكيكة اللي إحنا حاطّينها في الفرن دي استوت والّا لأ. استوت لإن أنا مدخّلاها على فرن سُخن، سِبتها تهدى حاجة بسيطة، عليت معايا وبقت شكلها حلو جدًا، هاورّيها لكم. طلّعتها بورقة الزبدة، حطيتها على الصاج على طول وقلبتها الناحية التانية، شِلنا ورقة الزبدة، هاسيبها كده؟ لأ، وأنا قُلت لكم طلّعاها وسِبتها تهدى حاجة بسيطة، معنى كده إنها لسه سخنة. هانزّل عليها كوباية ونُص من اللبن، على فكرة دي نفس الكوباية اللي عايرت بيها الكريم شانتيه، نفس الكوباية اللي عايرت بيها الكيكة، هنعاير بيها اللبن اللي هنسقّي بيها. طلّعي بقى الكريم شانتيه اللي إحنا عملناه، هنحط بقى إيه، زي ما بنقول هنجلّسها من برّه، حاجة بسيطة كده نقفّلها بيها وهنحطها في التلاجة تاني. ليه؟ تمسك نفسها والكريم شانتيه يتغلِّف عليها كويس. بعد ما أحطها في التلاجة حوالي ربع ساعة، تِلت ساعة، أنا كل ده على فكرة عاملاه في ساعتين بالليل كده، كنا عايزين نتعشى والخناقة اللي قُلت لكم عليها بعد العشا عايزين حاجة حلوة. خلاص كده حطيتها في التلاجة حوالي ربع ساعة، نُص ساعة، طلّعي بقى الكريم شانتيه. شايفة الكريم شانتيه عامل معاكِ إزاي؟ هو ده بقى الكريم شانتيه اللي تقدري تعملي منه أشكال وألوان، وتقدري تعملي منه تورت وتزيّني بيه جاتوهات، وتعملي بيه كل اللي أنتِ عايزاه لمّا تنزّلي السوائل عليه تدريجيًا. أنا خلاص كده يعتبر زي انتهى إن أنا باحط الحاجة بالورب، مش قُلت لكم هاعملها شكل القشطوطة اللي بتتباع برّه، بس على طريقتي وهي القطقوطة. ليه سميتيها القطقوطة إيه؟ عشان مكوناتها أقل كتير. يعني إيه أعمل قشطوطة ب5 بيضات ومش عارفة قد إيه دقيق وقد إيه لبن، هو إحنا معانا الفلوس للحاجات دي كلّها؟ نعملها كده على مزاجنا وبنفس الطعم بس بكميات قليلة. هاتي بقى مسطرة وضبّطيها بالسنتي، أنا خلّيتها مقاس 10 سنتي، فاتعملت معايا 6 قطع كبيرة ومعايا كمان قطع جاتوه.
وفي النُص عملت لها مقاس 12 ونُص، يعني هي كل قطعة فيهم مقاس 10 في 12 ونُص. شايفين؟ شايفين الجمال؟ عندِك بقى أي حاجة في التلاجة، فاكهة الموسم زي ما بيقولوا، أنا كنت عاملة معاكم النوتيلا قبل كده، وبما إني أنا عاملاها نُص شوكولاتة ونُص فانيليا، ففي نُص منهم أو كام قطعة كده هتتزين بالمانجا، كان عندي مانجتين مخبياهم، طلعتهم قطعتهم، ومانجتين بقى إيه اللي هم العويس الخطيرين، وشوية فارماسيل حطاهم. الجزء بقى بتاع الشوكولاتة هاجيب النوتيلا هاحطها في كيس، لو طبعًا أنا مش هاعمل صوص شوكولاتة، ما أنا عاملة نوتيلا، إيه اللي يخلّيني أشتري من برّه؟ حطيتها في كيس وحطيتها على الجزء بتاع الشوكولاتة، بقى عندي كده إيه، جزء فانيليا، جزء شوكولاتة، واللي في النُص mix ما بين الاتنين، يعني اللي هياكلها هي أنا، لإن أنا باحب الmix وباحب الفانيليا أكتر من الشوكولاتة، دي نُصّها كيك شوكولاتة ونُصّها كيك فانيليا، اللي في النُص الجزء اللي أنا باحط عليه مربى ومانجا، واحط على الجزء التاني شوكولاتة، وزينتها بأشكال جميلة وخطيرة، وكمان لو عندِك عزومة، عندِك عيد ميلاد، هتشرّفِك بشكل رهيب، وهتحسّي إن أنتِ كده إيه ده، ده أنا جايبة حاجة من محل، ده أنا دافعة فيها فلوس قد كده، ده أنا دافعة فيها دم قلبي يا جدعان، شجعوني كده وقولوا لي أي حاجة، هتحسّي إن أنتِ عاملة حاجة كده رهيبة من اللي بنشوفها في المحلات. وكنت مفصّصة شوية رُمّان، قُلت والله ما أنا مستخسراها فيكِ، هاتي شوية رُمّان يا بت، وحطيتهم كده على الوش بقى شوية أحمر على أصفر على وعلى بُني، بقى شكلها خطير. بصراحة أنا مبسوطة بيها جدًا، 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 لإن أنا عملت حاجة موفّرة ببيضتين بس، وعملتها بدل 5 بيضات، وفرحنا وهنقعد ناكل فيها يومين، 3 أيام، عشان إحنا بس 4 أفراد. قولوا لي عجبتكم والّا لأ؟ يا فاروق.